مرحبا صبايا. اليوم بدي اعمل معكم سمك وشريم. هلا بهارات السمك انا حطاها امبارح، كنت منزلاها برضو كمان على السناب ونزلتها برضو كمان على قناتي على اليوتيوب، فبتقدروا تحطوا عليه وتشوفوا شو البهارات اللي استخدمتها. هي بعملها مجموعة بهارات وبخلطهم مع بعض وباخذ منهم لمقدار السمك. ف عندي الشريم كمان راح اخذ قسم منه استخدمه، احط له نفس بهار السمك واعمل له نفس التتبيله، وقسم منه اعمل له لحاله داينامايت شريم. هذا لحاله له تتبيله ثانيه. هلا تتبيله الداينامايت شريم راح احط له بيضه، وممكن تحطوا بياض البيض كمان بصير اللي ما بيحب الصفار. وحطيت كمان فيه من بهار السمك نص معلقة، ونص معلقة كمان برضو من البهارات العثمانية، برضو أنا بعملها بالبيت، إذا بدكم كمان بنزل لكم إياها، رح أنزلها على اليوتيوب على شورت. وبحط فيها كمان سنين توم، وبحط كمان الصويا صوص اللايت، بحط كمان برضو معلقة كبيرة. إذا كترتوا الكمية ممكن تكتروا شوي من كمية الصويا صوص، يعني تحطوا بس معلقتين إذا حطيتوا مثلا حبتين بيض وهيك، وبخلطهم مع بعض. هذا كتير طيب، كتير هذا الصوص كمان كتير طيب، بنقع فيه الشريم. هلا اول شيء بس تنقوا الشريم، بتجيبوه مثلا اذا كان بده تنظيف من الظهر، فبتشيلوا الخيط اللي في الظهر، وبس بتغسلوه بمي بارده، ما بده اكتر من هيك. انا جبته جاهز، ما يعني مقيوم منه هذا الخيط الاسود اللي في الظهر، وبس نظفته بالمي البارده. هلا اخذت قسم منه وحطيته بخليط النقع اللي عملته من البيض والصايا صوص اللايت، وراح اخليه بس هيك هيك ربع ساعة 10 دقايق. والقسم الثاني راح اتبل فيه بهاراتي اللي عملتها للسمك. وفي هذه الاثناء عبين ما ينقع راح اعمل الخليط الجاف اللي هو البريد كرامز، البقسماط والطحين. وهلا للخليط الجاف للداينامايت شريم، هلا راح احط نسب متساويه من النشا والبريد كرامز اللي بقسماط. حطيت تلت كوب من النشا والبقسماط وتلتين من الطحين، واذا كترت الكميه بزيد من الخليط الجاف ومع بهار. وهلا بنخلطهم كلهم مع بعض، وبنضيف الداينامايت شريم جوات الخليط الجاف، عشان انه يسهل علينا انه نخلطه وتبني عليه التعرجات اللي من الطحين والنشا وهيك. وبتعطي شكل حلو كمان برضو بالقلي وقرشة. فبدخله بكونتينر وبسكر عليه وبعدين بخضه. هاي الطريقة بتخليه يبني عليه أكتر يعني من الطحين وتعرجات، شكلها كتير حلو، وطعمها كمان بصير كرانشي كتير. هلا بعد ما خلطنا الشريم اللي بالصايا صاص، خلطنا مثل هيك مع بعضه، هيك بيختلط بسرعة، أسرع يعني وأسهل. راح اخذ منها هذه الحبة مثل هيك، وذاتس اقليها. هذا الصوص بس للسرعة راح اكتب لكم اياه كتابة. هلا بس ضايل علي بس سبريد ات وذاتس ات. هلا لخليط النقع عشان عمل السمك والشريم اللي حطيناه بنفس التبلة، حطيت حبتين بيض وعليهم نص كوب مي ومعلقتين كزبرة خضراء، وإذا مش متوفر ممكن كزبرة منشفة، وسن توم مهروس بيعطيها طعم كتير طيب، ونص معلقة من بهار السمك اللي أنا عملته، وكمان كوب من الطحين وفلفل وملح، ممكن فلفل أسود أو أحمر. وهلا لتغطية السمك والشريم اللي حطيناه بنفس التبلة، راح احط نفس الخليط التغطية الجاف اللي حطيته للديناميت شريم، بس الكمية كانت اكتر، فحطيت كوبين من الطحين ونص كوب من النشا ونص كوب من البقسماط ونص معلقة صغيرة من بهارات السمك اللي عملتها.
شوفوا اللون قديش بجنن. كريسبي بجنن. لا حطيت الشريم اللي حطيته بنفس التبلة تبعت السمك، فراح اخلطه كله مع بعض واقليه. بعد ما طبعا حطيته هون بالخليط النقع، وبعديها حطيته